تعالوا نعمل كوستر أو مفرش في 5 دقايق بطريقة سهلة جدا وبسيطة. والقاعدة بتاعته هتبقى من الكرتون علشان يكون جامد كده وشكله جميل قوي. هنحتاج الأدوات بتاعنا خيط خيش وخيط مكرمية، وهنحتاج مقص، وهنحتاج 2 كرتون، وهنحتاج الخرز بتاعنا ده علشان نزين بيه. أول حاجة جبتها إن أنا جبت قطعة الكرتون على شكل دايرة، وبدأت أقص قطعة الجوخ على شكل دايرة برضو. بس بقص بزيادة شوية عن الدايرة بحيث إن أنا هغلف الكرتون عشان تتغلف كويس، ويكون الزوايد بتاعتها هلزقها من فوق. بدأت إن أنا جبت قطعة الكرتون حطيتها على ورق الجوخ، وهبدأ إن أنا ألزقها بلزق الشمع. وغلفتها كويس. وبعد كده جبت خيط المكرمية، هو كان خيط رفيع. فقررت ان انا اعمله 4 مع بعض بحيث ان هو يكون سمكه تخين شوية. بدأت ان انا جبت 4 خيوط جنب بعض، وبدأت ان انا ابرمهم مع بعض ولزقتهم من فوق بلزق شمع. وبعد كده ثبت من النص بلزق شمع على قطعة الكرتون بتاعتي. وبدأت ان انا الف حوالين الدايرة اللي انا هعملها، وببدأ ان انا ابرم في الخيط واحط شمع، وابدأ ان انا الف الخيط. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ونكمل. يلا بينا. ببدأ إن أنا أبرم الخيط بتاعي علشان هو 4 وألزقه. ممكن لو عندك خيط تخين شوية، في خيط بيتباع بيكون سمكه أتخن شوية، هيكون أحسن كتير. وكمان خيط الخيش لما نيجي نعمل بيه هيكون أفضل كتير لأن سمكه تخين شوية، فبيطلع في النهاية شكله جميل. وده بعد ما قربنا نخلص. وبعد كده بقطع قطع صغيرة عشان أعمل الشراشيب بتاعة الكوستر بتاعي أو المفرش بتاعي. بدأت إن أنا ألزق الشراشيب بتاعتي بعقدها، وبعد كده ببدأ إن أنا أثبتها بلزق الشمع. بحط لزق الشمع وأبدأ إن أنا ألزق الشراشيب بتاعتي، فبتطلع بالشكل ده. وبعد كده علشان اعمل شكل الشراشيب ببدأ ان انا افك الخيوط بتاعتي، وابدأ ان انا اسرحها بالمشط، وبيطلع ده الشكل النهائي. يا رب اكون افدتكم.